الناس اللي بتقول بيتزا بقى وفاكرين نفسهم روشين، لا هي بيتزا على فكرة، بيتزا. كان شيء صعب جدا ان انا اقضي الاسبوع كله عمال ادور على الغلاية بتاعة الاسبريسو. غلاية الاسبريسو دي يا سيدي حكاية طويلة قوي. في ايطاليا الايطاليين ما بيشربوش قهوة تركي زي بتاعتنا دي، بيشربوا اسبريسو. طيب الاسبريسو عبارة عن قهوة معمولة بالبخار، الرواسب اللي فيها قليلة، الموضوع جميل يعني. كمان نسبة الكافيين فيها عالية قوي بتفوقك. المشكلة مش ان الايطاليين بيشربوا اسبريسو كتير بس، وزارة الصحة الايطالية قالت لهم ان انت ما ينفعش تزود عن 4 اسبريسو في اليوم. الناس بتستهبل هناك، بيستغلوا ان انت بتشربها على بق واحد بيقعدوا يشربوا كتير. من حب الايطاليين للاسبريسو ما عملوش نوع واحد، عملوا انواع كتيرة جدا. عندك الاسبريسو دي صغيرة، في بقى ريستريتو اصغر منها. الناس دي بتستهبل بصراحة. ايطاليا كمان مش مشهورة بالقهوة الاسبريسو بس. طبعا اول ما اقول لك ايطاليا بترد عليا تقول لي باستا وبيتزا والكلام ده. ايوه ايطاليا المكرونة فيها عظيمة، ملهاش دعوة بالمكرونة اللي هنا بقى، سباكيتي وكانيلوني ومش عارف ايه، والدنيا جميلة. بالنسبة كمان للبيتزا في ايطاليا، بيتزا الموضوع ده مهم قوي. ليه؟ الناس اللي بتقول بيتزا بقى وفاكرين نفسهم روشين، لا هي بيتزا على فكرة، بيتزا. البيتزا في ايطاليا دي، شفت؟ البيتزا في ايطاليا دي عظيمة عظيمة عظيمة، ومختلفة عن البيتزا بتاعت هنا. وبشهادة مين؟ بشهادة الناس الايطاليين اللي كانوا بيتزا في ايطاليا. كمان اول ما بتفتكر ايطاليا بتفتكر مباني جميلة جدا وحاجات معمارية عظيمة. زي ايه؟ عارف انت النافورة اللي الناس بيقعدوا يرموا وراها الكوين ويتمنى اتمنى ان انا السنة الجاية يبقى عندي 1,000,000 سبسكرايبر والحاجات دي؟ ايوه هي النافورة دي بقى اسمها لا فونتانيا دي تريفي. فونتانيا دي تريفي دي نافورة تريفي يعني، من الاخر مبنية في 1800 وشوية كده. كمان في حاجة مهمة قوي، شفت في فيلم حرب ايطاليا، مش حرب ايطاليا، هو كان حرب ايطاليا بتاع احمد السقا، السلالم اللي كانوا نازلين عليها بيجروا دي وهو بيجري ورا رزان ومش عارف ايه، دي اسمها ايه؟ لا بياتسا دي اسبانيا، اللي هو ميدان اسبانيا من الاخر يعني. اشهر حاجه طبعا موجوده في ايطاليا معماريه عظيمه جدا، الكولوسيوم، اللي هو بالانجليزي ذا كولوسيوم. ده مبنى كده وانت فاهم، وعباره عن شويه اعمده كده وحاجه بارزه. بصراحه ما اعرفش ايه الجميل فيه، بس كل الناس بتقول انه حلو، فهو اكيد حلو، انا اللي مش فاهم يعني. كمان عند الايطاليين بنوا برج، والبرج ده ميل زي عماره الازاريطه بالظبط، بس هم عشان ناس حلوين ثبتوه على وضعه وهو ميل كده، وبقى بيجي لهم فلوس منه. اللي هو ايه؟ التوري بندنتي دي بيزا، اللي هو برج بيزا المائل. حاجه بص بقاله 500 سنه مميل ومش هيقع. عموما الثقافه الايطاليه والحضاره الايطاليه جميله جدا، ومن كتر حب الايطاليين في الثقافه الايطاليه هم مبهورين جدا بالثقافه الامريكيه. يعني تلاقي في كل حته في امريكا في ايطاليا. يعني الايطاليين ما بيحبوش شغل الطلاينه ده، بيحبوا يبقوا امريكان، احنا بس اللي بنحب الثقافه الايطاليه. المهم اهم حاجه في الموضوع ده كله، عاوز انبهك لحاجه جميله جدا. الانجليزي فيه 26 حرف، كتير صح؟ الايطاليين اقتصاديين، 21 حرف بس، شعب بمنتهى الروقان. تخيل معايا كده نفسك مواطن ايطالي، بتصحى الصبح تفطر كابوتشينو وايه وكورنيتو اللي هو الكرواسون ده. بالمناسبه هم ما بيشربوش الكابوتشينو ده غير الصبح بس، لو جيت تشربه مثلا بعد الغداء ولا حاجه يقول لك هتشرب كابوتشينو فرخه. موضوع رخم جدا يعني. هم على فكره عندهم انواع تانية كتيره طبعا غير الكابوتشينو، غير الاسبريسو والريستريتو والكافيه امريكانو والكافيه لونجو، مش عارف ايه، الموضوع كتير جدا، يجي 50 نوع قهوه. المهم بعد ما صحيت وفطرت الفطار الرايق الجميل ده، كل ما تعدي على اي حته في اليوم تشرب واحد اسبريسو كده بيور ولا حاجه، وبعد كده في نص يومك بتقضي الحياه ما بين المعالم الايطاليه اللذيذه دي. وفي نهايه اليوم بقى بتسمع بقى الموسيقى الايطالي. طبعا انتوا عارفين اندريا بوتشيلي والشغل الاوبرالي والايطالي، والايطاليين اساسا عندهم جرينتا في كلامهم يعني. يوم رائع طبعا بالنسبه لواحد زي حالتي، لكن بالنسبه لهم ما بينبهروش من الكلام ده. كمان من اشهر الحاجات اللي يعرفها الناس اللي زي حالتي كده عن ايطاليا، غير ان ايطاليا طبعا خدت يجي 4 كاس عالم ولا حاجه اخرهم 2006، حاجه مهمه جدا ان الايطاليين عندهم اغنيه اللي هي لاشاتي مي كانتاري، اشهر اغنيه ايطاليه موجوده في الكون بالنسبه لغير الايطاليين. احنا طبعا نسمع لاشاتي مي كانتاري، انبهر قوي، اغنيه جميله وحلوه، كل اللي مش ايطاليين يعرفوها. الاغنيه دي بتاعت راجل اسمه توتو كوتونيو، وغناها يمكن في العالم كله، بس في ايطاليا ملهاش سوق. مش عارف الايطاليين يسمعوا يقول لك ها ايه مش عارف ايه، بيزهقوا كده. طبعا ما تنساش اشهر حركه احنا نعرفها عن الايطاليين ايه كده. اي حد ايطالي هو بيتكلم تلاقي دايما يعمل كده، يزعق، يعمل كده، يقول لك ايه ده، يعمل كده. ما تعرفش، شفت داني ألفيس في نهاية دوري الابطال
لعب مع الايطاليين سنه قعد يعمل كده، ماشي بقى بعدها. المهم يعني الثقافه الايطاليه عموما شيء ممتع وجميل جدا، بس الواضح انه مش ممتع بالنسبه للايطاليين. انا عن نفسي بستمتع بيه كتير جدا، والموضوع مسلي، وهي لغه موسيقيه اساسا، تحس ان انت وانت بتتكلم كانك بتغني. بس لو انت حابب بقى ان انت تتعمق في الايطالي كده كلمني، وممكن نتعمق في الايطالي سوا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنت. حاجه كمان، لو حد حابب ان احنا نتكلم في موضوع معين او عنده استفسار معين، يا ريت ان هو ما يكسلش يسيبه لنا في الكومنتس تحت، واحنا ان شاء الله هنتفاعل معاه، وهنتفاعل مع كل واحد يقول لنا كومنت على اي حاجه في الدنيا. نشوفكم على خير المره الجايه، وهنتكلم اكتر عن ايطاليا بقى، ونشوف هنعمل ايه في الايطالي ده. بسرعه يا جماعه قبل ما نقفل والحته دي تروح في المونتاج، احنا جبنا تكييف جديد، والتكييف فوقينا، وباركوا لمحمود عشان هو عنده 25 سنه بقى له ربع قرن عايش معانا على كوكب الارض، والحته دي هتنزل